السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد لطريقة عمل العزازية. طريقة جميلة وسريعة وكمان لذيذة. هنعملها ان شاء الله في الطواجن، مش هعملها في صينية. طبعا انتوا عارفين الطواجن بتطعم الحاجة، اي حاجة هتعمليها في الطاجن وتحطيها في الفرن بتبقى لذيذة، وانتوا عارفين يعني الطاجن بيطعم الحاجة. فأول حاجة إن شاء الله هنسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة حبايبي، معايا كيلو إلا ربع من اللبن. معايا كوباية كبيرة من المكرونة الاسباجيتي سلقاها ومصفياها كويس، وبعدين طبعا محضرة معايا كمان نص كوباية من السكر، 3 معالق كبار من النشا، وكيسين من الفانيليا، ذرة صغيرة خالص من الملح. كل ده هضربه كويس قوي في الخلاط. وكمان هحط كمان مكعب من الزبدة، يبقى مكعب من الزبدة، كيلو الا ربع من اللبن، كوباية من المكرونة، و3 معالق كبار من النشا. كل ده هحطه في الخلاط لغاية لما يمتزج كويس قوي مع بعض، والخليط بتاعي يصبح ناعم خالص كده. هفضيه بقى في الحلة على النار، وهقلبه باستمرار علشان خاطر ما يكلكعش، عشان انتوا عارفين النشا لو سبتوه من غير ما تقلبوه يعني بيكلكع. فطبعا كل ما تقلبيه بالمضرب كويس قوي الخليط بتاعك هيبقى ناعم، وطبعا ما فيهوش كلكعه ولا حاجه. لا يعني طبعا بقعد اقلب فيه لغايه لما يتماسك ويغلي كويس علشان خاطر النشا يستوى معايا. لما اتاكد ان الخليط تقل واستوى معايا، بكون محضره بقى طواجن بدهنها بالسمنه او بالزبده. بتدهنيها كويس، وبعد كده بتفضي بقى في الطواجن. وبعد كده بتسيبيها لمدة ساعة لغاية لما تبرد خالص. بتكوني في الوقت ده محضرة معلقتين كبار من العسل، أو السيرب، أو الشيرة، أو الشربات التقيل. بتدهني الوش بعد ما يبرد خالص. بتساوي طبعا الطواجن بتاعتك عشان تطلع كده شكلها جميل. وبعد كده لما تبرد خالص بتدهنيها، وبعد كده بتحطيها تحت الشواية. ما بتولعيش الفرن، بتولعي الشواية بس. بتاخد وش وبعدين تطلعيها. لو عندك اي مكسرات بتحطيها على الوش، بتدي برضو طعم حلو وبتبقى لذيذة وجميلة. وبعدين طبعا الحاجة اللي انت بتعمليها ببيتك مفيش احلى منها ومفيش اطعم منها. وطبعا عمايل بيتك يعني اوفر واحسن بكتير من الشراء اللي بره. طبعا انتي متأكدة من نظافتها ومتأكدة من اللبن اللي انت بتحطيه. مش طبعا ممكن هما يحطوا مية على لبن، لا انتي بتحطي لبن. فطبعا يعني حاجة بتغذي برضو ولادك وبتفرحي ولادك، ولما يجيلك ضيف بتتشرفي. حاجة تشرفك قدام ضيفك وقدام ولادك. زي ما انتوا شايفين انا حطيت انا بوريكم ان انا حطاه تحت الشواية، مش مولعة الفرن، حطيته تحت الشواية بس. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يعني يعني شكله يفتح النفس من غير اي مكسرات ولا اي حاجة. لكن انا كان عندي شوية جوزة الهند وعندي شوية زبيب، رشتهم كده على الوش. وما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الطاجن الله الله اكبر، يعني ما شاء الله جميل. الطعم ما اقولكمش حكايه. السكر بتاعه معقول، ولا عادب ولا حلو قوي يجز النفس كده. وطبعا مفيش احلى من الحاجه اللي انت بتعمليها، اوفر لك بكتير من الشراء. ولو لسه معايا حبيبه قلبي
وأول مرة تتفرجي عليا. أنا اسمي أم زياد. ياريت لو عجبك محتوى القناة وعجبك الفيديو بتاعي وعجبك الطريقة اللي أنا بعملها وجربتيها وعجبتك، ياريت ما تنسينيش في اللايك وفي الشير وفي الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وكان معاكم أم زياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.